السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم بخير وفي أحسن حال يا رب بإذن الله. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. إن شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة إن شاء الله عايزين نعرف، بصوا في معادلة كده صعبة، عايزين يعني إيه نحسبها مع بعض. إزاي في ظل الظروف الصعبة ديت والغلا اللي إحنا فيه ده نقدر إن إحنا نكسر فلوس في البيت أو نكسر قرش ونحوش ونجيب حاجات كتيرة جدا لنفسنا أو لأولادنا، أو نعمل حاجة، نعمل مشروع، نعمل أي حاجة. لو انت عايزه تعملي مشروع او تجيبي لنفسك مثلا ذهب، او ان انت مثلا تجهزي ولادك لو عندك بنات كتير وعايزه تجهزيهم، او بنت واحده. يعني بصي شوفي عايزه تعملي ايه، خلي عندك هدف انت عايزه تحوشي ليه، عايزه اوفر ليه، و... وابداي بقى اشتغلي على الكلام ده. طب هنعمل ايه عشان نوصل للكلام دوت، او ان احنا نقدر نكسر قرش او نحوش فلوس في البيت في ظل الغلا والمصاريف الصعبه يعني، والحاجه الغاليه وكده اللي احنا فيها. هنعمل خطوات بسيطه جدا ان شاء الله هتساعدنا كلنا في التوفير ان شاء الله. يلا بينا بقى نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول بند او اول نقطه ان انت محتاجه تستغني عن التيك أواي اللي انت بتجيبيه من بره. لو انت مثلا ست بيت بتجيبي حاجات من بره كتير، عندك مشكله ان انت مثلا بتحبي تاكلي من بره مثلا كل فتره كده اهو، حاولي ان انت تقللي الموضوع دوت، او ان انت تلغيه خالص. لو في امكانك ان انت تلغيه خالص الغيه خالص، لانه بيوفر معاكي كتير جدا. يعني البند ده بياخد منك مبلغ كبير قوي. لما بتشتري حاجات من بره بتبقى الضعف، لو انت عملتيها في البيت بتبقى اقل بكتير. هندي مثلا لو انت مثلا بتحبي تجيبي كشري من بره، علبه الكشري دلوقتي بكام؟ مش هقول لك بقى الطاجن مثلا، سواء طاجن لحمه ولا طاجن فراخ، لا انا بتكلم على علبه الكشري العاديه خالص اللي هي رز ومكرونه وعدس والكلام ده. بتهيألي مش اقل من 20 او 25 جنيه لو انت هتجيبي علبه يعني كويسه، علبه تقضي فرد غدا. فلو انتوا مثلا اربعه او ان انتوا خمسه ما شاء الله، يعني مثلا لو انتوا اربعه تبقى 100 جنيه، لو انتوا مثلا خمس افراد تبقى 125 جنيه. طب يعني مبلغ اهو اتصرف. طب تعالي انت بقى في حين لو انت عملتيها في البيت، عملتي الكشري ده في البيت، الكشري ده يكلفك كام؟ لو انت خدتي كوبايتين كده من كل حاجه موجوده عندك في البيت، كوبايتين عدس مع كوبايتين مثلا رز مش عارفه ايه، عملتي الوصفه كلها او الاكله كلها كلفتك مثلا ايه في حدود 50 جنيه. انا بدي مثل يعني، انا ما حسبتهاش بصراحه. فانت شوفي احسبيها، بتهيألي ممكن تبقى 50 جنيه او اقل او اكتر، حاجات بسيطه، بس بتهيألي مش هتطلع على 50 جنيه، ممكن تبقى اقل ماشي. فكده يعتبر انت يعني النص بالظبط في طاقه واحده او في غدوه واحده. قيسي على كده بقى حاجات كتير قوي. لو هتجيبي مثلا فراخ مشويه، او لو هتجيبي لحمه مثلا، لو هتجيبي كفته، او لو هتجيبي اي حاجه بقى من بره، او هتجيبي سندوتشات، اي حاجه قيسيها على دي. فاول بند محتاجه ان انت تلغيه خالص، مش تقلليه، تلغيه خالص. ان انت انا عارفه ان الكلام ده هيبقى صعب طبعا على ناس كتيره، بس لازم تلغي البند دوت لانه بيصرف معاك كتير جدا. فخلاص كده يبقى عرفنا اول بند في التوفير، عشان نقدر نكسر قرش في البيت او نكسر فلوس في البيت، ويبقى معانا مبلغ كويس محترم في البيت نقدر نعمل بيه مصلحه. او حاول بلاش حتى ان احنا نكسر قرش، عشان حتى نعرف نمشي يعني نمشي امور بيتنا. يعني مثلا ما نضطرش ان احنا مثلا نيجي على اخر الشهر او نص الشهر ونستلف فلوس عشان نقدر نكمل بقيه الشهر. في ناس كتيره حبايبي كده ما بيقدروش يكملوا الشهر بالمصروف بتاعهم، بيجوا مثلا على نص الشهر تبص تلاقي المصروف خلص منها، تقول لك انا خلاص انا المصروف خلص، انا هعمل ايه؟ هكمل الشهر ازاي؟ او مثلا تيجي على اخر الشهر تقول لك خلاص انا اخر يومين دول مش عارفه اعمل ايه. لا احنا او يعني هنحاول نعمل الخطوات اللي قلنا عليها ديت. فاللي متعود ان هو يجيب تيك أواي من بره يبطل فكره التيك أواي دي من بره. تمام كده؟ طيب تاني نقطه بقى او تاني بند تعمليه في البيت بقى، يبقى حاجات هنلغيها وحاجات هنبدا نعملها. ان انت تنتجي حاجات في البيت، ان انت تكوني ست منتجه، ان انت تصنعي الحاجه في البيت انت بنفسك. زي ايه؟ زي مثلا القرص مثلا لما بنشتريها، القرص مثلا او المنين او الحاجات اللي هي المخبوزات المعجنات دي، لما بنشتريها من الفرن الكيلو دلوقتي اصبح غالي جدا. يعني كيلو القرص تقريبا على ما اتذكر يعني 60 او 80 جنيه، بيتفاوت طبعا من مكان لمكان او من فرن لفرن حسب الاماكن اللي احنا بنجيب منها. فلما اجيب مثلا كيلو قرص مثلا او منين او اي حاجه من دي، يعني الاقيش اي حاجه ب 60 جنيه او ب 80 جنيه. طب ما انا هجيب كيلو دقيق، كيلو دقيق بس هجيبه في البيت ب 19 جنيه او ب 20 جنيه. انا على فكره يعني لسه جايبه 19 جنيه، عشان ممكن حد يقول لا ده اغلى من كده، لا انا عن نفسي لسه جايبه 19 جنيه امبارح. فممكن يبقى اغلى من كده في اماكن تانية، ممكن يبقى اقل من كده برضه في اماكن تانية، بس انا جبته ب 19 جنيه. فلما تجيبي الكيلو دي مثلا ب 20 جنيه وتطلعي منه كذا وصفه، هيبقى ممتاز جدا معاكي. تعملي منه مثلا بيتزا، تعملي منه معجنات، تعملي منه مخبوزات للولاد كده في البيت، تعملي فينو. عايزه اقول لكم رغيف الفينو بقى قد كده بقى قد كده فعلا، يعني اطول من الصباع شويه ورفنع جدا، يعني ما فيهوش حتى اللي هي العجينه اللي جوه دي. وبقى بجنيه يعني لو انت مثلا متعوده مثلا بتجيبي رغيفين ثلاثه هتضطري تجيبي خمسه، يعني ب5 جنيه فينو كل يوم للولاد مثلا، يعني لولد او ولدين مثلا عندك عيلين يعني. فكتير جدا على ميزانيه بيت. فانت لما تجيبي الحاجه وتعمليها في البيت بنفسك بنظافه بيتك،
بايديكي، وتبقي مبسوطه وانت بتعملي الحاجه دي، انت اللي مصنعاها وانت اللي عاملاها، وفي نفس الوقت هتوفر معاكي. يبقى انت وفرتي كده، هتوفري كذا بند المشتريات اللي انت بتجيبيها من بره هتوفريه، بند التيك اواي هتوفريه. هتبداي بقى ان انت تعملي حاجات في البيت، تستبدلي الحاجات اللي انت بتشتريها من بره دي بان انت تعمليها في البيت. معلش يا جماعه، نيجي على نفسنا شويه، ما نحاولش نكسل. يعني بشوف ناس كده تقول لك ايه، لا كبري دماغك، طب ما انا هجيبها من بره، هوجع دماغي ليه؟ انا لسه هعجن ولسه هخبز ولسه مش عارفه ايه. طب ما انت معلش، انت لو عايزه تعملي بقى، انت عايزه تحوشي او عايزه يعني تمشي الدنيا، هتعملي كده. وبعدين في ظل الظروف اللي احنا فيها محتاجين ان احنا نمسك على ايدينا شويه، وان احنا يعني نعمل حاجتنا في البيت، وما نستخسرش يعني بالفلوس، وما نستهترش باي حاجه. لا، نحاول نمسك على ايدينا شويه ونمشي الدنيا ايه، عشان الدنيا تمشي معانا ان شاء الله. ربنا يسهل علينا جميعا. في برضو ان انت محتاجه تحطي بند تاني معاكي، ان انت تفرزي، تعملي تفريزات في البيت. على فكره والله يا جماعه، التفريزات دي من احلى واجمل الحاجات اللي في البيت. بتريح جدا، بتريحك كصحه نفسيه، كصحه يعني كصحه كده في الجسم، بتريحك يعني بتوفري صحتك. ما تقفيش بقى تفرمي طماطم وتفصصي بسله وتعملي ملوخيه، يعني تقعدي تعملي ملوخيه وبعد كده تخرطيها في نفس اليوم اللي انت هتطبخي فيه واللي انت جايه فيه من السوق. لا، انت بتبقى عندك الحاجه مفرزاها في الفريزر، بتطلعي الاكياس كده اهو وتجمعيها على بعض وتعملي الاكل او الوصفه بتاعتك. يعني مثلا النهارده ابسط حاجه، كان عندي مثلا عايزه اعمل بسله. البسله في السوق بكام؟ البسله في السوق انا سعرها عليها ب 27 جنيه، وممكن تبقى اغلى من كده في اماكن تانية، ممكن تبقى اقل. ب 27 جنيه، والجزر تقريبا ب 12 جنيه. يعني مثلا لو انا حبيت مثلا اجيب واعمل مثلا طبخه بسله، هتكلفني مثلا 40 جنيه عشان اجيب جزر واجيب بسله. طب ما انا في حين ان انا مفرزاها من السنه اللي فاتت، وطلعت الاكياس وقمت مطبقه الطبخه وخلاص وعملتها، ما دفعتش فيها حاجه. دفعت قبل كده لما اشتريتها، بس كان سعر اقل من كده. فاصبح ان هي وفرت لي الصحه، ان انا ما جبتش البسله وقعدت افصصها واقطع الجزر واقعد اعملهم واشتريهم ومش عارفه ايه. وفي نفس الوقت ان انا وفرت لي المجهود ان انا انزل اشتريها. ما نزلتش السوق اشتريتها، هي كده كده ما كانت موجوده عندي، انا دوب بس سحبت الاكياس واشتغلت عليها. فالتفريزات دي من الحاجات الممتازه الهائله اللي انا بحبها جدا 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 جدا. انا عن نفسي بحبها. ممكن يبقى حد تاني يتعارض معايا يقول لي لا ده مثلا مش حلوه، بطعمها بيغير او كده. لا، انا عن نفسي بتبقى ممتازه معايا، ولا بتغير ولا اي حاجه وزي الفل. يبقى قلنا بند التفريزات ده مهم جدا في البيت، لازم يبقى عندك خير في البيت. التفريزات في البيت دي زي الخبيز، بتبقى بركه في البيت وخير في البيت. بتحسي ان انت كده ايه، قاعده مريحه دماغك مكبره دماغك. لو انت يوم معكش فلوس، يوم مثلا كلنا بتحصل معانا يعني كلنا زي بعض، كلنا ستات زي بعض وفاهمين بعض. ساعات مثلا ايه، تيجي اخر الشهر كده تلاقي ايه، تلاقي المصروف خلص منك فجاه، ما تعرفيش كده لوحدك كده، جيتي تبصي على على الظرف اللي انت حاطه فيه الفلوس بتاعت مصروف البيت، بص ايه ده انا معيش ال5 جنيه مثلا، ايه ده ازاي المصروف راح فين، المصروف خلص مش عارفه ايه. فبتبقي ايه، محتاسه يا ربي، طب انا هعمل ايه؟ وخاصه لو عندك اطفال صغيرين ولا حاجه، تبقي عايزه تعملي لهم اي لقمه ياكلوها. فهتعملي ايه لو انت بقى ما عندكيش حاجه في الفريزر ولا حاجه في البيت؟ هتعملي ايه؟ لكن لو انت عندك بقى، هتتصرفي، هتطلعي اي كيس من اي حاجه من اللي انت مفرزاه، كيس سبانخ، كيس بسله، كيس مش عارفه ايه، وكيس قلقاس، وتروحي ايه عامله طبخه ومأكله الولاد، حتى لو من غير لحمه ومن غير فراخ، المهم ان هم اكلوا. ففكره التفريزات دي فكره هايله جدا جدا. حتى لو انت بتروحي معاهم المدرسه، بتروحي معاهم الدروس، فبتيجي تعبانه مش قادره لسه هتقفي تطبخي وتنضفي الخضار وتطبخيه وتطبقيه. فاهمين انتوا الفكره ايه؟ طيب في برضو بند تاني، اللي هو بند ان احنا بنشتري الخضار جاهز متنضف بقى. في ستات بشوفها يعني واقفه بتشتري الخضار جاهز متنضف. عايزه اقول لكم ده بند برضو بيزود علينا المصاريف، بيزود علينا الفلوس، لان هي اصلا اللي جزاها الله خير اللي بتنضف لك الخضار، الست اللي بتنضف لك الخضار بتاخد مصنعيه ايديها، بتاخد يعني تعب ايديها ان هي قعدت ونضفت لك الخضار ده. طب ما انت وفري البند دوت، يعني لو كل بند انت وفرتي فيه، هتلاقي اخر الشهر انت جمعتي مبلغ كويس قوي. على فكره ما تستهونيش باي حاجه. ما تقوليش مثلا ايه يعني هي جت على دي مش مشكله، يعني هي جت على دي. ما انت كل حاجه لما تقول عليها هي دي جت على دي، هي دي جت على دي، هتبصي تلاقي انت خلاص المصروف طار منك، مش هتعرفي تجمعي منه حاجه ولا تعرفي تحوشي منه حاجه. لكن لما توفري من كل بند كده، تاخدي حاجه حتى لو بسيطه. لو هنا مثلا وفرتي 20 جنيه، هنا مثلا وفرتي 50 جنيه، هنا مش عارفه وفرتي 30 جنيه، هتلاقي انت عملتي 100 جنيه في مره واحده، عملتي 100 جنيه. ده انا بديكي مثل، قيسي على كده بقى حاجات كتيره جدا جدا جدا. طب احنا عايزين برضو ننظم نفسنا، عايزين اول ما ناخد مصروف البيت ان احنا نطلع الحاجات الاساسيه. ايه الحاجات الاساسيه دي يا رباب؟ ان انت تطلعي النور اللي هي الكهرباء يعني، والغاز ولو في اي التزامات انت ملتزمه بيها، او مثلا لو بتجيبي انبوبه، على حسب انت بقى عندك غاز او بتجيبي انبوبه،
اي التزامات انت ملزمه بيها بتطلعيها من مصروف البيت خلاص، عشان ايه؟ تريحي دماغك وتبداي تقسمي بقى شغلك كله او تنظمي حياتك على اللي متبقي معاكي. يتبقى معاكي مثلا 500 جنيه، يتبقى معاكي 1000 جنيه، يتبقى معاكي 2000 جنيه، حسب ما بيتبقى بقى معاكي. هتبداي تقسمي بقى ايه نفسك عليهم. هنوفر، بس في نفس الوقت هناكل ولادنا لقمه كويسه، في نفس الوقت هناكل بروتين، اي بروتين بقى، لحمه او فراخ او اي حاجه، هناكل بروتين. مش بقولكيش ما بقولكيش ان انت تقشفي بقى خالص وان انت ما تاكليش حاجه خالص، لا هتاكلي بس بالمعقول، هتاكلي بنظام، هتاكلي الحاجه اللي انت نفسك فيها، بس برضو ايه هنقلل منها شويه وهنشوف هنعمل ايه. يعني مثلا البند اللي هو بعد كده، ان انت بقى ايه هتخلي عندك مثلا نص كيلو لحمه مفرومه، ربعين مثلا في الفريزر، او كيلو او اي حاجه. لازم تخلي اللحمه المفرومه دي اساسا عندك في البيت، تكون بند اساسي عندك في حياتك. لازم لحمه مفرومه. ليه بقى لحمه مفرومه؟ اللحمه المفرومه تعملي منها وصفات كتيره جدا، وفي نفس الوقت هي بروتين. يعني مش دي لحمه فسعرها يبقى اقل شويه من اللحمه اللي هي يعني انت مثلا بتجيبي كل اللحمه اللي هو الصحيح بتاع الطبيخ ب 320 جنيه، ده عندنا مثلا حسب بقى اماكن تانية. فليه تجيبي مثلا كيلو ب 320 جنيه، بحين ان انت هتاكلي بروتين برضو بس اقل شويه. هتجيبي مثلا ربع كيلو لحمه مفرومه، شو بقى هتجيبيها جملي، هتجيبيها ايه اللي انت هتجيبيه، هتجيبي برازيلي، هتجيبي سوداني، اللي انت عايزه تجيبيه. فشوفي هتجيبي بكام وهتعملي عليه طبخه. فلما تجيبي ربع كيلو لحمه مفرومه هيعمل لك طبخه هيقعد معاكي يومين. يعني مثلا لو جبتي فاصوليا، انا مثلا بحب الفاصوليا باللحمه المفرومه جدا، ومن الاكلات اللي هي الطبيخ اللي بتقعد معايا يومين، بتوفر لي جدا 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 بجد والله بحبها قوي. فمثلا هتجيبي كيلو فاصوليا مثلا ب 10 جنيه، او على حسب الاسعار بتاعتكم، مع ربع كيلو لحمه مفرومه هتعملي طبخه تقعد معاكي يومين. يبقى انت اصبحتي اكلتي بروتين وما حرمتيش الولاد ووفرتي، واكلتي يومين بدل ما تقفي في المطبخ يومين، لا انت ريحتي نفسك من وقفه المطبخ يومين ووفرتي في نفس الوقت. طب اللحمه المفرومه ممكن اعمل بيها ايه تاني؟ ممكن ان انت تعملي بيها مثلا صينيه مثلا كوسه بالبشاميل. كنت لسه والله عاملاها كوسه بالبشاميل، قعدت معايا يومين، فدي هتوفر معاكي. تعملي صينيه كبيره حلوه كده، طاجن حلو كده بربع كيلو لحمه مفرومه، هيقعد معاكي يومين. يبقى برضو اصبح اوفر معاكي وقفه يومين في المطبخ، وفر معاكي، وفر مجهود، وفر وقت، وفر فلوس. يبقى انت كده، انت بصي انت بقى شغلي دماغك، انت تشوفي اللحمه المفرومه ممكن اعمل بيها ايه، واخترعي انت بقى، فاهمه يعني؟ اخترعي انت وشوفي بقى ممكن تعملي بيها ايه واعملي ووفري منها. ممكن لو انت عايزه تستبدليها مثلا بربع كيلو بانيه وتقطعيه مثلا شاورما كده وتشتغلي بيه، تعملي مثلا بيه صينيه مثلا مكرونه بشاميل او صينيه نجريسكو، تمام كده. ممكن تعملي الكوسه دي اصلا بالفراخ عادي، بس برضو البانيه اللي هو متقطع شرايح شاورما يعني. فانت حاولي توفري كده بالطريقه دي، يبقى انت في نفس الوقت اكلتي ولادك وجبه كويسه، وجبه بروتين كويسه، وفي نفس الوقت وجبه موفره، وفي نفس الوقت ريحتي دماغك ووفرتي وعملتي اللي انت برضه عايزه تعمليه. فانت حطي بنود لنفسك كده اهوت ان انت محتاجه توفري. فانا محتاجه اوفر، يبقى انا محتاجه افكر، لازم افكر انا هوفر ازاي، مش ان انا هشيل وخلاص وكده انا وفرت. لا، انا برضه لازم امشي البيت، لازم برضه اكل الولاد ما احرمهمش خالص ما يبقاش في تقشف في البيت عشان البيت كله ما يقلبش عليكي. وبدل ما هتوفري هتلاقي نفسك يعني ايه بتتدبسي في حاجات تانية. وهتلاقي الولاد يقول لك مثلا طب احنا عايزين اكل من بره، طب احنا مش عارفه عايزين ايه. ممكن مثلا تجيبي نص كيلو بانيه، بدل ما تعمليه بانيه صريح يعني بانيه زي ما احنا بنقليه في البيت والبصمه كده، لا اعملي منه وصفات، اعملي منه كفته فراخ. وعملناها مع بعض على القناه هتلاقوها. اعملوا مع بعض مثلا ستريبس، عملنا برضو على القناه، وبتبقى وجبه حلوه، واكن الولاد كلوا من بره واكنهم جابوا الحاجه اللي نفسهم فيها. انت شغلي يعني دماغك. حاولي بقى انت ايه، طالما نويتي ان انت توفري، حاولي تشغلي بقى دماغك بافكار تبقي رضيتي اللي في البيت، وفي نفس الوقت انت وفرتي، حققتي الحاجه اللي انت عايزه تعمليها، ووفرتي الفلوس اللي انت محتاجه تعملي بيها حاجات في البيت، او محتاجه تجيبي مثلا جهاز لاولادك، او محتاجه تجيبي اي مصلحه ليكي، يعني تعملي اي مصلحه ليكي، او محتاجه تعملي مشروع، تمام كده. فانت شوفي يعني شوفي كده افكار حلوه تبداي تمشي نفسك عليها. احنا قلنا كذا فكره في الفيديو، قلنا ان انت هتفرزي حاجات في البيت هتوفر معاكي وقفه ومجهود وكل حاجه، وخاصه الطماطم. لما بتجيبي مثلا 10 كيلو طماطم مثلا وتعمليهم على بعض مره واحده، او 5 كيلو مثلا، 5 كيلو طماطم وتعمليهم على بعض مره واحده، انت وفرتي مجهود، ووفرتي الغاز اللي انت شغاله عليه اللي هي الانبوبه يعني او الغاز، ووفرتي فلوس. ان انت هتجيبي الطماطم كميه على بعضها، لما تبقى كميه على بعضها وتفرزيها بتبقى فيها بركه، بتقدري تقسميها اكياس زي ما انت حابه. لكن لما كل مره تجيبي كيلو وتروحي ضربه في خلاط او كبه وتروحي شغاله بيه، انت ايه التوفير اللي وفرتيه؟ انت ولا وفرتي مجهود، ولا وفرتي صحتك، ولا وفرتي فلوس. لكن لما بتجيبي الحاجه على بعضها بكميات، بتبداي ان انت تعرفي توفري منها وتطلعي منها وصفات كتير، تمام كده. ده قيسي على اي حاجه بقى،
الفول مثلا، بدل ما بتشتريه من البيت، بدل ما قصدي ما بتشتريه من بره، اعمليه في البيت. الطعميه اعمليها في البيت، الطعميه بقت قد كده وبجنيه. يعني لو انت مثلا كنت بتجيبي مثلا ب5 جنيه تضطري تجيبي ب10 جنيه. فالفول مثلا لو عملتيه في البيت هيوفر معاكي بند الفطار، وهيوفر برضو معاكي في الغدا. ممكن تعملي طاجن مثلا فول بالسجق، فكده هيوفر معاكي وجبه كويسه، وتبقي عامله البيت في البيت الفول بنظافه وضامنه نظافته وموفره لنفسك. فانتوا بصوا، انتوا فكروا كده وشوفي ايه البند اللي انت ينفع توفري فيه، او ايه الوصفه اللي انت ينفع توفري فيها، واشتغلي على كده بقى. انا بديكي بس مجرد الفكره، وانت بقى عودي هاتي افكار تانية. اللي ليها افكار بقى للتوفير اكتبها لي في الكومنتات. فانت بقى ايه، اشتغلي على كده. الحاجات اللي ينفع تعمليها في البيت اعمليها في البيت. خليكي ست منتجه، ست انت بتعملي الحاجه بايديكي، انت بتبقي مبسوطه وانت بتعمليها لاولادك. بلاش نكسل شويه، بلاش ان احنا نيجي على يعني ايه، نقعد نقول ايه، لا كبري دماغك، شراء العبد ولا تربيته. في ناس كتير اعرفها بتعمل كده، تقول لك ايه، ريحي دماغك بقى، احنا هنشتري احسن. انا لسه هقف اخبز، ولسه هقف اعمل طعميه، ولسه مش عارف ايه، انا هجيب واخلص. طب معلش يعني، ما انت لما كل حاجه انا هخلي فلانه تعملها لي، ولا انا مثلا هشتريها من سوبر ماركت، ولا انا مش عارفه اعمل ايه. طب انت معلش، انت قاعده بتعملي ايه؟ يعني قاعده بتعملي ايه؟ طب ما انت كده هتوفري ازاي؟ يعني معلش ما تزعلوش مني والله يعني يعني انا خايفه عليكم برضو. زي ما انا بقول الكلام ده لنفسي، انا بقوله لكم انتوا اخواتي يعني، فاهمين؟ فحاولي ان انت تعملي اي حاجه لاولادك، اللي يعني في ظل اللي احنا فيه ده. انت برضو مش ضامنه بكره في ايه، وطبعا كله بيد الله سبحانه وتعالى. احنا بس مجرد اسباب بناخد بيها، والله هي مجرد اسباب احنا بنعملها بس، لكن يعني التوفيق كله من عند ربنا. ما انت ممكن تعملي كل ده ما توفقيش، بس انت بتاخدي بالسبب. ان انا هوفر، وان انا هعمل كده، وربنا ان شاء الله هيوفقني. بس انا يبقى عندي يقين ان شاء الله ربنا هيساعدني، وربنا هيوفقني ويخليني انجز في الحاجه اللي انا عايزاها دي، او اقدر اعمل حاجه. والتوفيق كله بتاع ربنا، واحنا بس مجرد اسباب بنمشي بس، وانا مجرد سبب بقول لك الافكار بس. الافكار دي مجرد سبب انت تعملي بيها، لكن مش هي دي اللي تخليكي توفري فلوس برضو. لو ربنا رايد لك ان انت توفري فلوس هتوفري، وهيديكي افكار. يعني هيلهمك بافكار تمشي عليها غير اللي انا كمان اديتها لك. فانتوا كمان لو عندكم افكار ابداوا ان انتوا قولوها لي في الكومنتات، بحيث ان احنا ايه، نشارك بعض، ولو انا حاجه واقعه مني يعني انتوا تفيدوني بيها. بس فده كان الفيديو بتاعي، يا رب ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه، وتحاولوا تعملوا الافكار اللي فيه عشان تقدروا توفروا قرش في ظل الغلا اللي احنا فيه. بس واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامه حبايب قلبي.